يا مساء الفل على أحلى متابعين. في حلقة النهاردة هعرض لكم الجزء الثاني من أقوى وأهم 10 مسلسلات ومواسم جديدة صدرت في 2025، واللي هيكون فيها خليط متنوع من الأعمال اللي هترضي كل الأذواق، سواء بتحبوا الأكشن والإثارة أو الجريمة والغموض أو الرعب والخيال العلمي أو حتى الدراما. الفيديو ده هيكون مرجعكم علشان تعرفوا إيه هي الأعمال الضخمة اللي متاح مشاهدتها حالياً على المنصات العالمية، ومين النجوم اللي رجعوا بقوة بمسلسلات عملت ضجة كبيرة. فجهزوا نفسكم واستعدوا علشان تعرفوا كل التفاصيل عن المسلسلات اللي سيطرت على الشاشة في 2025. وهنبدأ قائمتنا بالمركز العاشر بمسلسل الأكشن والدراما والإثارة The Last Frontier، واللي بيحكي عن مارشال أمريكي بيعيش في بلدة نائية في ألاسكا، وبيلاقي نفسه في مواجهة مجموعة من المجرمين الخطيرين بعد ما تتحطم طيارة كانت بتنقلهم، وبيهربوا وسط الجليد. ومع مرور الوقت بيكتشف إن الحادث ده مش صدفة، وإن في مؤامرة أكبر بتتورط فيها جهات أمنية كبيرة. المسلسل من إنتاج منصة أبل تي في بلس، ومكون من 10 حلقات، وحصل على تقييم 7.2 على موقع IMDb. We have a down plane 2 miles south from here. It is used to move inmates around the country. 11 are captured, 18 still missing. وجه في المركز التاسع مسلسل الجريمة والدراما والغموض بلاك رابت، والمسلسل بيحكي عن جيك فريدكن، صاحب نادي ليلي ناجح في نيويورك. حياته ماشية بشكل منظم ومستقر لحد ما أخوه فينس بيرجع بعد غياب طويل، ومعاه مشاكل ضخمة وديون لمجرمين خطرين. رجوع فينس بيشقلب حياة جيك، وبيبدأ يدخل في دوامة من الصراعات بين الماضي والحاضر، خصوصا لما الأسرار القديمة تبدأ تطلع للنور. ومع تصاعد التوتر بيتحول الصراع العائلي لقصة عن الولاء والغدر، والحدود اللي ممكن الأخين يوصلوا لها علشان ينقذوا نفسهم من السقوط في عالم الجريمة. المسلسل من إنتاج منصة نتفليكس، ومكون من 8 حلقات، وحصل على تقييم 7.4 على موقع IMDb. What are you gonna fucking do, Vin? Huh? What are you gonna fucking do? وفي المركز الثامن جه الموسم الثاني من مسلسل الجريمة والدراما والغموض هاي بوتنشال، وبنكمل في الموسم ده قصة مورجان، الأم الذكية اللي عندها موهبة غير عادية في حل القضايا المعقدة، واللي بتتعاون مع الشرطة علشان تكشف الجرائم اللي حتى المحققين المحترفين بيقفوا قدامها عاجزين. لكن الموسم الجديد بياخد القصة لمستوى أعمق، لما مورجان بتلاقي نفسها وسط مؤامرة كبيرة بتهدد حياتها وحياة الناس اللي بتحبهم، وبتبدأ رحلة جديدة مليانة أسرار وتشويق ومواجهات غير متوقعة. المسلسل من إنتاج منصة هولو، ومكون من موسمين بإجمالي 19 حلقة، وحصل على تقييم 7.6 على موقع IMDb. وفي المركز السابع جه الموسم الثاني من مسلسل الأكشن والمغامرة والخيال العلمي جين في، وبنستكمل في الموسم ده الأحداث بعد نهاية الموسم الأول مباشرة داخل جامعة الأبطال الخارقين اللي بتديرها شركة فود الشريرة، واللي بتحاول تخلق الجيل الجديد من الأبطال الخارقين. لكن المرة دي الصراع بيبقى أكبر وأخطر بعد ما الأسرار اللي اتكشفت في الموسم الأول تبدأ تهدد العالم كله، وبتجبر الطلبة يختاروا ما بين الولاء أو التمرد. المسلسل بتدور أحداثه في نفس عالم مسلسل ذا بويز، وبيكمل قصته من زاوية مختلفة مليانة فوضى وسخرية وعنف. المسلسل من إنتاج منصة أمازون برايم فيديو، ومكون من موسمين بإجمالي 16 حلقة، وحصل على تقييم 7.6 على موقع IMDb. What you're dealing with. وفي المركز السادس جه الموسم الثالث من المسلسل الياباني أليس إن بوردرلاند، واللي بيجمع ما بين الأكشن والدراما والرعب والغموض. وبنكمل في الموسم ده القصة بعد الأحداث الصادمة اللي انتهى بيها الموسم الثاني، لما أريسو وأوساجي بيلاقوا نفسهم في مرحلة جديدة من اللعبة. لكن المرة دي القواعد اتغيرت تماما، والمخاطر بقت أكتر قسوة وغموض. كل مهمة بقت اختبار حقيقي للبقاء على قيد الحياة، ومع كل خطوة بيقربوا من سر العالم الموازي اللي اتسجنوا فيه، واللي أخيرا بيبدأ يتكشف جزء منه.
المسلسل من إنتاج منصة نتفليكس ومكون من 3 مواسم بإجمالي 22 حلقة، وحصل على تقييم 7.8 على موقع IMDb. 一緒に死の世界を見よう。أما المركز الخامس فجه الموسم الثالث من مسلسل الأكشن والجريمة تولسا كينج، واللي بيرجع فيه النجم سيلفستر ستالون بدور زعيم المافيا دوايت مانفريدي، واللي بيكمل صراعه لتوسيع إمبراطوريته في مدينة تولسا. لكن الموسم الجديد المواجهات بتزيد سخونة، وده بعد ما بيظهر خصوم جديدة من عصابات أقوى، وفي نفس الوقت الشرطة الفيدرالية بتقرب منه خطوة بخطوة، وده بيخليه مضطر يتصرف بذكاء علشان يفضل في القمة. المسلسل من إنتاج منصة باراماونت بلس ومكون من 3 مواسم بإجمالي 29 حلقة، وحصل على تقييم 7.9 على موقع IMDb. In the box? No. This situation is not going to be controllable for much longer. وجه في المركز الرابع الموسم الخامس من مسلسل الكوميديا والجريمة Only Murders in the Building، واللي بيرجع فيه الثلاثي المميز ستيف مارتن ومارتن شورت وسيلينا جوميز علشان يحققوا في جريمة جديدة داخل نفس المبنى اللي اتعودوا تحصل فيه أغرب الجرائم. الموسم الجديد بيبدأ بجريمة غامضة جديدة جوه نفس البناية، لكن المرة دي القصة بتتقاطع مع عالم السينما والمشاهير، وده بيخلي التحقيقات تاخد منحنى أغرب وأمتع من أي وقت فات. المسلسل مكون من 5 مواسم بإجمالي 50 حلقة، وحصل على تقييم 8.1 على موقع IMDb. Guys, the police report just came in. A guy fills a fountain with blood in the most murderous building in New York. وفي المركز الثالث جه الموسم الخامس من مسلسل الدراما والإثارة سلو هورسز، واللي بيكمل فيه العميل المخضرم جاكسون لامب مع فريقه من الجواسيس المنبوذين شغلهم الغريب داخل قسم المخابرات المهمل المعروف باسم سلاو هاوس. لكن الموسم ده بياخد منحنى أخطر لما بيتورط الفريق في مؤامرة جديدة بتهدد الأمن القومي، وبتكشف أسرار من الماضي ممكن تغير مصيرهم كلهم. المسلسل من إنتاج منصة أبل تي في بلس ومكون من 5 مواسم بإجمالي 36 حلقة، وحصل على تقييم 8.3 على موقع IMDb. They're taunting us. If we were dealing with really tricky buggers, we'd hit them when they thought it was over. وجه في المركز الثاني الموسم الثاني من مسلسل الأكشن والمغامرة بيس ميكر، واللي بيرجع فيه النجم جون سينا بدور البطل الغريب كريستوفر سميث المعروف باسم بيس ميكر، علشان يكمل مهماته المجنونة اللي بتمزج ما بين الكوميديا السوداوية والعنف في عالم الأبطال الخارقين التابع لعالم دي سي. الموسم الجديد بيركز على صراعاته الداخلية بين رغبته في السلام وطبيعته العنيفة اللي بتدمر كل اللي حواليه، وبيقدم أحداث مليانة أكشن ودم وضحك في نفس الوقت. المسلسل من إنتاج منصة HBO Max ومكون من موسمين بإجمالي 16 حلقة، وحصل على تقييم 8.3 على موقع IMDb. Your own self from a parallel dimension? You're wearing his clothes? You think I bought this? Free audio post-production by alphonic.com. أما في المركز الأول فجه مسلسل الرعب المنتظر It Welcome to Derry، واللي بيعتبر مقدمة لأحداث سلسلة أفلام الرعب الشهيرة It، وبيحكي لنا عن أصل الشر اللي بدأ في بلدة ديري قبل ظهور المهرج المرعب بيني وايز. الأحداث بتدور في الستينيات القرن الماضي، لما مجموعة من الشباب بيبدأوا يواجهوا كوابيس مرعبة وأحداث غامضة بتكشف إزاي اتولدت أسطورة الرعب اللي رعبت أجيال كاملة. المسلسل من إنتاج HBO Max والموسم الأول جاي لنا يوم 26 أكتوبر 2025 بإجمالي 7 حلقات، وده واحد من أكتر الأعمال المنتظرة السنة دي لكل محبين الرعب وعشاق عالم إت الأصلي. وبكده نكون وصلنا لنهاية قائمتنا لأفضل 10 مسلسلات ومواسم جديدة لسنة 2025. السنة دي فعلا مليانة محتوى ضخم ومسلسلات متنوعة لكل الأذواق، من الأكشن والدراما والجريمة للرعب والخيال العلمي. قولولي في الكومنتس إيه أكتر مسلسل شد انتباهكم، ولو في عمل تاني شايفينه يستحق يدخل القائمة اللي جاية ياريت تكتبهولي تحت في التعليقات. ورجاء ما تنسوش
تعملوا لايك وشير للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد أول بأول. واشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو الجاي.